فينيسيا تلاقي اضيق الشوارع في العالم. وانت ماشي ممكن تلاقي حاجه كده شبه الطراز المصري القديم، او الناس لسه بتبني دلوقتي بالطوب الاحمر، موجود هنا كمان. تحس ان السيستم شويه قريب من بعضه، مصر ايطاليا، ايطاليا مصر. احدى قنوات فينيسيا واحنا ماشيين لقينا مباني مبنيه بالطوب الاحمر. المباني دي بتفكرنا بالبيوت اللي مبنيه في مصر. الطراز يعتبر شبه هو الطراز. ثقافة الشعوب بتتحد شوية، تحس ان الايطاليين قريبين شوية من المصريين بالطوب الاحمر. وفي مباني كتير على نفس الشكلة دي موجودة هنا في فينيسيا في ايطاليا زي ما حضراتكم شايفين. الطريقة دي شائعة في البنى هنا في فينيسيا في ايطاليا. الطوب الاحمر وبيتعمل عاشق ومعشوق ما بينهم طبقة اسمنت صغيرة. بيفكرنا بالظبط، انا هوريكم دلوقتي، بيفكرنا بالحارات والحاجات الشعبية في مصر. وتلاقي كمان ثقافة الشعب الإيطالي مش مختلفة كتير عن ثقافة الشعب المصري. تحس إن هو بيتكلم كمان بيستخدم إيديه، بيستخدم الإيحاءات والأحاسيس. حتى الناس هنا تلاقيهم في الشارع بينشروا الغسيل عشان الشمس تنقي الغسيل بعد ما بيتغسل.